ويمكن ده اللي اتبنى عليه علاج الالم، وهو علاج الالم السرطاني. ده اللي بدايه علاج الالم. طبعا. مريض السرطان على طول في شبح ملازمه اللي هو الالم. الالم ربنا يعافي كل مريض والله، يا رب، ويشفي كل مريض. الالم عنده ليه اسباب كتير جدا. الورم نفسه بيعمل عنده على النسيج بيعمل الم، بيبقى ضاغط على الاعصاب بيعمل الم، لما بيحصل ثانويات بتروح العظام وتدخل فيها بيحصل عنده الم، بيحصل عنده نقص في الفيتامينات ويحصل عنده التهاب في الاعصاب وتعمل عنده الم. بالاضافه ان هو ممكن يكون عنده الام تانية زي مثلا الم زي الغضروفي خشونه ركبه، ده برضه ما يمنعش ان هو يكون عنده ايه، الام. المشكله في المريض دوت الافكار الخطا اللي عنده، يعني بيبقى اللي حواليه هم عارفين ان هو عنده كانسر وهم شايفين الموضوع ده طبيعي، وده غلط جدا. يعني ان هو يسيبه يتألم ده غلط جدا. المريض لازم يتعالج من الألم باستمرار. طبعا احنا في علاج الألم بنبدأ معاه حاجة اسمها ستيب لادر او السلم تبع التصاعدي. WHO او منظمة الصحة العالمية. بنبدأ معاه مسكنات الأول بسيطة، ما استجابش بنبدأ مع حاجات مساعدة، بعد كده بنبدأ استخدام المورفينات او اللي هي أدوية الجدول، وبنعمل بعض التدخلات زي حقن في الضفيرة العصبية لو كان عند بتاعة البطن، لو كان عنده آلام في البطن زي مثلا سرطان البنكرياس أو الكبد أو المعدة، أو حقن في الضفيرة العصبية اللي موجودة في الحوض لو كان عنده آلام سرطانية في الحوض أو في آخر القولون.